بتوقع رموش ولا لا. هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال. في الفيديو ده هقولك رايي الشخصي في منتجات جربتها الفتره اللي فاتت، ويا ترى عجبتني ولا لا، وهكررها تاني ولا لا. بس قبل ما نبدا الفيديو متنسيش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. اول حاجه يا بنات جربتها وهي الصابونه دي من دوف. تحفه يا بنات، بجد تحفه هايله قوي. بصوا ده شكلها، طبعا انا استخدمتها كتير. هي ريحتها حلوه، هي بالنسبه لي مش احسن حاجه. كنت مجربت قبل كده نوع منها كان بالرمان، كان احلى بالنسبه لي من ده لونه موف كده، فالرمان البينك كان احلى. بس كصابونه هي تحفه، بتنظف، مش بتحسس الجلد ابدا. لو انت جسمك حساس فارشحهولك، تحفه. وكمان سعرها حلو، هي ممكن تبقى تقريبا ب30 جنيه اقصى حاجه او 35 جنيه، وهاتيها هتعجبك جدا. ده شكلها وحجمها حلو، وبترطب الجسم وبتنضفه، فحلوه جدا، فهرشحهولك. كمان جربت المسكره دي من MN اللي هي الاسود، اللي لونها اسود، حلوه قوي. بصوا الفرشه بتاعتها، مش عارفه هي واضحه ولا لا، بس حلوه قوي. بتطول الرموش وبتكثف الرموش لو انت رموشك قصيره او رموشك مش كثيفه، فحلوه قوي، بتطول وبتكثف. بالنسبه ان انا بشيلها ازاي، انا بشيلها تحت الميه، بعملها كده تحت الميه فبتفرول معايا وبتتشال. حلوه. بتوقع رموش ولا لا؟ اكيد وانا بشيلها بيقع معايا كام رمش، بس هي حلوه قوي، مش بتوقع الرموش يعني كتير معاها وهي بتتشال، لا كام رمش. فهي حلوه قوي، عجبتني بصراحه. انا مش فاكره كان سعرها كام، تقريبا ب80. برضو هي موجود على ابلكيشن بيمارت، هحطلك الكود بتاعي، بتاخدي جفت مع الاوردر. فهي حلوه قوي. المايسلر ووتر دي يا بنات من جارنيه، اللي هي البينك بالذات، اللي لونها بينك دي تحفه. انا جربت ال3 انواع، اللي هي الفيتامين سي بزيت الارجان تقريبا، بس بصراحه دي اكتر واحده عجبتني. دي للبشره الحساسه، هي مش باينه قوي بس تحفه، مش بتحسس العين خالص. هي تقريبا كانت ب75 جنيه او في الرينج ده، مش فاكره قوي والله، بس بصراحه هي حلوه. بصوا انا جربتها الحبه دول بس عجبتني قوي، غير باقي الانواع من جارنيه برضو. فلو عايزين تجيبوا من جارنيه هاتوا البينك، تحفه. كمان جربت الكحل الملون ده من فلورمار. هقول لكم رايي، انا جربت كذا واحد، بس دول اللي معايا دلوقتي. ده البلو الازرق، هو حلو. بصوا عامل لكم سواتش للالوان، بصوا هو حلو، بس حاسه ان هو مش قوي قوي. الازرق ده مش قوي قوي. الجرين ده اللي خطير يا بنات بجد، لو لقيتي اللون ده هاتيه، ده حلو قوي. بصي لونه حلو قوي وثابت، فهرشح لك ده قوي. ده حلو طبعا بالنسبه لسعر، فاكره بكام، بس هو حلو جدا. بس بصراحه ده عجبني اكتر بكتير، اللي هو ده تحفه، فده خطير. لو بجد لقيتيه هاتيه. انا يا بنات جربت الغسول ده من ارجنتو، دي تاني او تالت علبه ليا. غسول البشره المختلطه والبشره الدهنيه بس، حجمه حلو 200 مللي، فبيقعد معايا فتره. بصوا انا خلصته، انا حسيته حلو، مش واو، وفي نفس الوقت مش وحش. لو عندك حبوب بيشيلها لك، بس طبعا اثار الحبوب بتفضل زي ما هي، فلو عندك حبوب بيشيلها، لكن الاثار بتاعتها ما بتتشالش. فهو حلو، بيشيل التراكمات الدهنيه من على البشره، فبصراحه عجبني، عشان كده بجيبه وبكرره. فلو انت بشرتك دهنيه او مختلطه فهيعجبك. ولازم طبعا بعد اي غسول نرطب وشنا، ده لازم في اي غسول، حتى لو منشفش بشرتك بس لازم ترطبي بشرتك. كمان جربت الايلاينر ده من MN، بس عيبه ان الكتابه اللي عليه دي بتتمسح، لكن هو تحفه. سواده حلو، سنه حلو، وسواده كمان حلو جدا وثابت، فهو حلو ومش غالي. لو انت عايزه تجيبي ايلاينر قلم زي كده وما يكونش غالي، ويكون ثباته حلو، ويكون سواده حلو، وبيرسم حلو، فارشح لك ده من MN. ده شكله
بس كده يا بنات يكون الفيديو بتاع النهارده خلص، ويا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بنزله.